السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة تورتة سهلة واقتصادية بمكونات بسيطة. التورتة دي مش بكيكة اسفنجية، لا دي بكيكة عادية جدا وإن شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير لو عجبكم الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، واعمليها فعلا لأن طعمها جميل جدا. ويلا بينا نشوف المقادير. هكون محضرة 4 بيضات ويفضل إنها تكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هضيف لها معلقة كبيرة خل علشان تخليها هشة وجميلة الكيكة، وهضيف رشة الملح وهضيف الفانيليا. هبتدي اضربهم بالمضرب اليدوي، عايزة تستعملي المضرب الكهربي استعمليه. وهضيف بعد كوباية سكر وارجع اضربه بالمضرب اليدوي، اضربه كويس جدا. وبعد ما اضربه كويس جدا هبتدي انزل بالسوائل. هنزل ب3/4 كوباية اللبن و3/4 كوباية زيت، ونرجع تاني نخلطهم كلهم مع بعض ونستمر في الضرب لغاية ما تحسي ان هما كلهم امتزجوا مع بعض. نضيف المواد الجافة. الكمية اللي انا هستخدمها من الدقيق هستخدم كوباية و3/4 كوباية دقيق، بس مش هستخدم كوبايتين، فخلي بالك هستخدم كوباية دقيق و3/4 كوباية دقيق. بس الاول هنزل بكوباية الدقيق وهضيف لها ربع كوباية كاكاو خام. ومهم جدا انك انتي تنخلي الدقيق والكاكاو الخام عشان لو في اي تكتلات تتخلصي منها. هبتدي اخلط كل المكونات مع بعض وهفضل اضرب بالمضرب اليدوي لغاية ما الدقيق والكاكاو يختفوا كله في الخليط. وهنا بضرب براحتي خالص قبل ما احط الخميرة، لكن مجرد ما احط الخميرة هبتدي اقلب تقليبة خفيفة لغاية ما الدقيق يختفي واوقف ضرب على طول. وبقصد بالخميرة البيكنج باودر. هبتدي انزل ب3/4 كوباية الدقيق وهضيف لها معلقة كبيرة بيكنج باودر وانخلهم علشان لو في اي تكتلات نتخلص منها. وابتدي اضرب بالمضرب لغاية ما الدقيق يختفي في الخليط، واول ما يختفي الدقيق هوقف ضرب. انا مشغلة فرن البوتاجاز من بدري علشان الفرن يسخن كويس قبل ما ادخل فيه الكيك. كده خلاص الدقيق اختفى كله في الخليط، وزي ما انتوا شايفين سمك الخليط سميك ازاي، دوت سمك الكيك. هكون محضرة صينية مستطيلة مقاس 40 في 28 وهبطنها بورق الزبدة وهنزل عليها بشوية زيت، وهدهن ورق الزبدة كله بالزيت. وهبتدي اوزع الخليط في الصينية علشان يبقى كله متساوي. انا مشغله الفرن من بدري زي ما قلتلكوا وظابطه درجه الحراره بتاعته على 180، وهحطها على الشبكه اللي في الوسط. وابتدي اسوي العجين في الصينيه بحيث يبقى كله سمك واحد، ما يبقاش جزء رفيع وجزء سميك. وهمسك صينيه الكيك واعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده علشان تطلع الهواء اللي في الكيك، يعني هما خبطتين بس كده. وهدخلها الفرن تستوي عقبال ما نجهز بقيه حاجتها. هبتدي اعمل كريمة الشوكولاتة. هنزل بكوباية مية وهضيف لهم معلقتين كبار سكر ومعلقة ونص كاكاو خام ومعلقة كبيرة دقيق ومعلقة صغيرة نشا. وهقلب كل المكونات مع بعضها وابتدي احطها على البوتاجاز. وطول ما هي على البوتاجاز انت ايدك فيها بتقلبي علشان كلها تبقى سمك واحد. واول ما يبتدي سمكها يتقل معاكي هنبتدي نطفي البوتاجاز وبعد كده نضيف له الفانيليا. كده خلاص السمك تقل معايا، هضيف الفانيليا وهقلب لغاية ما الفانيليا تتوزع كويس في الكريمة. هضيف بعد كده ربع كوباية زيت. الزيت هيدي لمعة للكريمة وهيخفف القوام بتاعها وهيثقل من طعم الشوكولاتة، هيديها طعم أجمل. وأقلب لغاية ما الزيت يختفي خالص في الكريمة. كده خلاص الكريمة الشوكولاتة بقت جاهزة، هفضيها واغطيها واسيبها تبرد. وهبتدي بعد كده أحضر الكريم شانتيه.
هنزل بكوباية بودرة كريم شانتيه وعليها معلقة كبيرة ونص سكر بودرة ومعلقتين كبار كاكاو خام، وأقلبهم كلهم مع بعض. وضفت سكر بودرة للكريم شانتيه علشان هو خام. بعد ما قلبتهم هنزل عليهم بكوباية لبن باردة وأقلبهم مع بعض قبل ما أشغل المضرب. وهشغل عليهم المضرب واضربهم لغاية ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. ولو حسيت ان هو سمكه تقيل ممكن ان انا اخففه بنص كوباية مية، وانزل بالمية بالتدريج. كده محتاج ان انا ازود عليه نص كوباية مية، وابتدي اضرب فيه لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اول ما يبتدي يعمل معاكي منقار تبقى انتي عارفة كده ده السمك المظبوط. هبتدي احطه على جنب ونبتدي نعمل السيرب بتاع الكيك. هحضر نص كوباية مية وهنزل عليهم بمعلقتين سكر ومعلقة كبيرة كاكاو خام، وهقلبهم مع بعض. لو الكاكاو مش عاوز يفك معاكي ممكن تولعي على البوتاجاز يدفى شويه، ومجرد ما هيدفى هيفك معاكي، ويبقى كده معاكي السيرب جاهز. هجيب قالب شوكولاته خام وهبتدي ابشره علشان ده هستخدمه في التزيين. وبكده خلاص احنا جهزنا كل التحضيرات اللي خاصه بتزيين الكيك. وهجيب كيس من اكياس الحلواني واحطه في العلبه علشان يسهل عليا ان احط الكريم شانتيه فيه. وهنزل بنص كميه الكريم شانتيه في كيس الحلواني، والنص التاني هستخدمه في التزيين الخارجي للكيكه. كده تمام، كل حاجة بقت جاهزة معايا. هبتدي اقفل الكيس بتاع الكريم شانتيه، والبوز الصغير بتاعه هقصه لما اجي استخدمه، وهحطه في التلاجة مؤقتا. الكيكة استوت وطلعتها من الفرن، وعشان اختبر تسوية الكيك هحط فيها عصاية الشوي. لو طلعت عصاية الشوي نظيفة ما فيهاش عجين تبقى كده استوت. هسيبها تبرد كويس وبعد كده هجيب الشبكة واقلبها عليها. اهم حاجة انك تعملي الخطوة دي بعد ما الكيكة تبرد. هبتدي اقلبها واشيل الصينية. بعد كده هشيل ورق الزبدة وشيليها بالراحة على مهلك خالص. بعد كده هنبتدي نقسم الكيكة لنصين. لو انت معرفتيش تقسميها نصين بالظبط ممكن تجيبي المزورة وتقيسي الطول بتاع الكيكة وتقسميهم بالنص، وتحددي النص بالسكينة. وهقطعها نصين والجزئين يكونوا قد بعض. شوفوا الكيكة بعد ما قسمتها نصين، شوفوا التسوية بتاعتها وشكلها عامل ازاي. الكيكة فعلا رائعة. وهوريكم الكيكة من الناحية التانية عشان لو مش باينة معاكم في الكاميرا كويس. شايفين التسوية بتاعتها عاملة ازاي؟ فعلا جميلة. وهبتدي اجيب ورق زبدة وهحطه على الاربع اتجاهات بتاعة القاعدة عشان احافظ على نظافة القاعدة، لان هي دي اللي هقدم عليها التورتة. وابتدي اجيب الجزء الاولاني واحطه عليها، وهشيل الجزء التاني دلوقتي لغاية ما اخلص الشغل في الجزء الاول. ابتدي اسقي الكيكة بالسيرب اللي احنا عملناه. هاخد نص كمية السيرب للجزء اللي تحت. السيرب بيخلي الكيكة رطبة وطعمها جميل جدا. هبتدي اجيب كيس كريم شانتيه وهقص الجزء اللي تحت، وابتدي اوزع الكريم شانتيه على الكيكة كلها. شايفين السمك بتاع الكريم شانتيه؟ مظبوط جدا، بيسهل عليا طريقة التوزيع بتاعته على الكيك. هبتدي اساوي سطح الكريمة عشان كلها تبقى بارتفاع واحد. وهجيب الجزء التاني من الكيك واحطه فوق من الكريمة. وهبتدي اوزع بعد كده بقية السيرب اللي معايا. هبتدي بالاطراف وبعد كده ادخل لجوه لغاية ما كمية السيرب تخلص معايا. شفتي بقى طريقة عمل التورتة سهل ازاي وبسيط؟ ما فيهوش اي مشكلة، وبتبقى طعمها احلى من اللي بتجيبيها جاهزة. وكفاية انك انت اللي عاملاها، دي لوحديها بتخليكي تبقي سعيدة ومبسوطة جدا. وهبتدي اجيب نص الكريمة التاني اللي في الطبق اللي انا حاجزاهم على جنب. هبتدي اوزعهم على الكيكة من فوق ومن الجناب، من كل حتة اغطي الكيكة.
وبعد ما وزعت كل الكريمة اللي معايا هبتدي بعد كده اساوي الكريمة عشان يبقى شكلها كله متساوي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهجيب الشوكولاتة المبشورة اللي انا بشرتها وابتدي اوزعها. هبتدي بالجناب. شفتوا بقى فايدة ورق الزبدة ازاي؟ ان انا بعد ما هخلص هبتدي اشيل ورق الزبدة فهيحافظ لي على نظافة القعدة اللي انا هقدم التورتة عليها. هبتدي اسحب ورق الزبدة. تبتدي تسحبي واحدة واحدة وتسندي بالسكينة علشان الشكل بتاعها ما يبص. وبالنسبة للشوكولاتة اللي على ورق الزبدة انا مش هرميه، هفضيه في الطبق. وهبتدي اسحب ورق الزبدة من جميع الجوانب بنفس الطريقة. بعد كده وزعت كريمة الشوكولاتة فوق من الكريمة وابتدي اساوي السطح بتاعها. مش مهم تسويه قوي لان هو مش هيبان بعد ما نبتدي نوزع عليه الشوكولاتة. وزعت كور الشوكولاتة على الجوانب كلها، بتديها شكل جميل وظريف. وبالنسبة للتزيين على حسب ذوق كل واحدة فيكم تزينها بالطريقة اللي هي شايفاها. اخر حاجة في التزيين هبتدي اوزع الشوكولاتة المبشورة. وبالنسبة للشوكولاتة ديت انا بشراها عريض غير اللي في الجناب. الجناب كانت رفيعة انما اللي فوق عريضة. وبكده خلاص التورتة بقت جاهزة معانا. متهيألي مفيش اسهل من كده. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك واشوفكم